تخيل مومياء لبنت صغيرة عندها 4 سنين عاشت في أخميم بسوهاج من 2000 سنة، بينتهي بها الحال في مكب نفايات بفرنسا. الحكاية بدأت لما ست فرنسية راحت تتخلص من تابوت صغير لقيته في قبو بيتها ورمته ببساطة في الزبالة وكأنه قطعة خردة. المومياء دي اسمها تائيست المنتمية لإيزيس، وطولها ما يكملش متر، ورغم ان المتحف الفرنسي رممها لكن المؤرخ بسام الشماع أطلق حملة هزت السوشيال ميديا للمطالبة برجوعها. الموضوع مش مجرد آثار مسروقة، دي كرامة إنسانة مصرية وهوية بلد ضايعة في الغربة. ليه الحملة دي مهمة دلوقتي؟ لأن الآثار مكانها المتاحف مش صناديق القمامة، وبنت سوهاج الصغيرة تائيست من حقها ترجع تنام في أرضها وبين أجدادها، مش تفضل تايهة في ممرات متاحف أوروبا. يا ترى إيه رأيكم؟ هل الضغط الشعبي ممكن يرجع المومياء الصغيرة من فرنسا ولا لأ؟